حياكم الله إخواني وأبنائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، حللتم أهلا ونزلتم سهلا. نسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا مع قول الله سبحانه في سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. في الأسبوع الماضي والذي قبله قد تكلمنا عن هذه الآيات وبينا أن المسلم من أهم صفاته أنه حافظ لفرجه من كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وذكرنا بعض المخالفات والجرائم والمعاصي التي يمارسها بعض الناس بسبب عدم حفظه لفرجه. تكلمنا في المحاضرة أو الدرس قبل الماضي عن جريمة الزنا، وذكرنا مخاطرها وآثارها السلبية على الفرد وعلى المجتمع. وفي اللقاء الماضي تكلمنا عن جريمة قوم لوط، وبينا أيضا مخاطرها وآثارها على الفرد وعلى المجتمع. اليوم إن شاء الله نتكلم عن علاج هاتين الجريمتين، والطريقة والأسلوب الذي يحارب به هذا المنكر، وكيف يمكن الفرد كفرد أن يتخلص من الوقوع في هذه الخطيئة وفي هذه الجريمة وفي هذا الذنب، وكيف يمكن المجتمع أيضا أن يتطهر وأن يصان وأن يمنع هذه الجريمة وتكررها وحصولها. والحقيقة الواجب جماعي وفردي، يعني هناك علاجات وإجراءات تلزم الفرد نفسه الذي ابتلي أو سقط أو وقع في هذه الجريمة، عليه هو شخصيا واجبات وحلول ومعالجات لمعالجة هذه المشكلة في نفسه، وهو بالدرجة الأولى المعني الحقيقة، والمعني بالدرجة الأولى لأنه هو الذي سيسأل عن ذلك بالدرجة الأولى. وقد قال سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليه. فالمعني بالدرجة الأولى هو الشخص ذاته الذي يقع في هذه المخالفات وهذه المعاصي والمنكرات والجرائم، لكن لا يعني ذلك أن المجتمع أيضا معفي، لا، المجتمع أيضا عليه مسؤولية وعليه دور. فسأبدأ بالحديث عن الواجبات الفردية ودور الشخص الذي وقع في هذه الجرائم أو في بعضها في التخلص من هذه الجريمة وفي تركها والابتعاد عنها وصيانة المجتمع منها ومن شرها ومن آثارها، صيانة المجتمع وصيانة نفسه أيضا. فعموما من كان قد وقع في هذه الجرائم أو في بعضها، فمن أهم ما يجب عليه أن يدركه أن يتأمل في نفسه، إن كان ممن لا يزال سويا ولم يحدث عنده الانحراف والشذوذ وفساد الفطرة والطبيعة، فلا يزال أمره أسهل، لا يزال أمره أسهل، ولا تزال المعالجات كما يقولون ممكنة وبشكل كبير. والمطلوب منه أن يدرك نفسه قبل فوات الأوان، وعليه أن يعلم أن أخطر شيء على مستقبله دنيويا وأخرويا أن يستمر في هذا الطريق، وأن يستمر في ممارسة هذه الجريمة، وخاصة جريمة قوم لوط. وهذا الاتجاه سيوقعه في أعظم المخاطر والشرور الدنيوية والأخروية، فعليه أن يبادر سريعا بإغلاق هذا الباب تماما، وليبدأ في السعي الحثيث وبذل كل إمكانياته وطاقته في توفير البدائل
المباحة والشرعية، والتي شرعها الله وهيئها لتفريغ هذه الطاقة وتوظيف هذه الغريزة التي أودعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، مهما كانت التكاليف ومهما كانت الصعوبات، ولو على حساب أكله وشربه. ولذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج أو أحفظ للفرج. إذن هذا هو الإجراء. من كان لا يزال في السليم ولا يزال بعيد عن الانحرافات ولا يزال سويا، هذا هو الإجراء. طيب، وإن كان من النوع الثاني نعوذ بالله، يعني إذا كان قد عرفت فطرته، قد اختل النظام عنده، قد خربت البرمجة، قد أصبح شاذ والعياذ بالله، قد أصبح ينفر عن الحلال ويحيد عنه ويبحث عن الحرام وعن الانحراف وعن الشذوذ ويميل إليه. إن كان ما عاد يرغب في الإجراء السوي وأصبح فعلا منحرفا، فهل هذا أيضا عليه أن ييأس ويواصل خلاص؟ لا، الحقيقة هذا عليه أن يعلم أن واجبه الفوري الإقلاع السريع والحذر من الاستمرار. إن كان حريصا على العيش في المجتمع فعليه أن يصبر على نفسه. طيب، والمعاناة التي يجدها عليه أن يستشعر أنه المسؤول عن ذلك، لأنه أهمل نفسه أو سمح لنفسه في الوقوع في هذا الشراك وفي هذا الفخ بمحض اختياره في الغالب. فعليه أن يتحمل نفسه ويتحمل مسؤوليته ومسؤولية تساهله في حق نفسه وفي هذا الشأن، ويبحث عن العوامل التي تساعده للنجاة من هذا النفق المظلم ومن هذا المستقبل الخطير جدا جدا، ومما يساعده ويعينه على أن يضبط نفسه ويبتعد عن الاستمرار في هذا الانحراف وفي هذا المنحدر الخطير أمور سنذكرها. لكن قبل أن نذكر هذه الأمور يثير نقطة، وهي هل الإنسان يقدر يضبط نفسه؟ أنتم معي؟ لأن نفترض أن الشخص خلاص أصبح منحرف، يعني فطرته انقلبت ما عاد وش يسوي. هل يستطيع يمنع نفسه ويسيطر على نفسه؟ صحيح. طيب، بسهولة؟ لا، مش بسهولة، الواقع مش بسهولة. لكن إذا امتلك إرادة وخوفا من الله وحرصا على الحفاظ على نفسه مما هو أخطر مما هو فيه، فإنه يقدر. يعاني، صحيح يعاني، يجد صعوبة، صحيح، يحتاج صبر عالي، صحيح، يحتاج إيمان قوي، صحيح، لكن الخلاصة يستطيع، قطعا يستطيع. ويلزمه أن يتذكر بعض الأمور التي تعينه على ذلك، ونبدأها أولا بالتوبة النصوح التي أمر الله بها بقوله: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، مع حمد الله على الستر إلى اليوم. عاد الله ما هتكش ستري وسترك ومغطي إلى اليوم، احمد الله والحج قبل فوات الأمر. فإن الذي يسر يحلم ويصبر، فإذا ما تمادى العبد في طريق الغي فإنه يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه. وبالتالي فإنه جل في علاه إذا تمادى العبد في هذا الطريق قد يهتك ستره، وقد فعل. يعني في ناس يستر الله عليه، يعطيه فرصة بعد فرصة بعد فرصة، فإذا ما أصر ولم يتب فإن الله سبحانه يهتك ستره ويعرضه للمآسي الكبيرة التي تنتج عن هتك الستر. إلى الآن لا يزال الأمر بينه وبين الله. أو إذا عرف أعداد محدودة وما قد هتك الستر،
فعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على الستر ويتوقع الهتك في حال الاستمرار. إذن هذا أول شيء يبدأ به. 2 يستعين بالله ويدعو الله كثيرا ليل نهار أن يعينه وأن يثبته وأن يصبره، ويكثر من دعاء مأثور علمنا إياه النبي: أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. أكثر من هذا الدعاء، ألح على الله في أوقات الإجابة، في الليل، في النهار، في الأسحار، عند الإفطار، في السجود، قبل السلام، في الأوقات المباركة، في ساعة الجمعة. ألح على الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، نعم إنه لا يقدر على الإتيان بالمعدوم وتحقيق المستحيل إلا هو سبحانه. فاجتهد أن تنطرح بين يدي الله وأن تلجأ إلى الله، وأكثر من دعاء: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين، أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك، ونحوها من الأدعية المباركة التي يجب عليك أن تلجأ إلى الله. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. إذن أنا بمفردي الحقيقة الوضع صعب والضغط عنيف، فمن أهم ما يجب أن أتسلح به الالتجاء إلى الله، الركون إلى الله، الاعتماد على الله، الانطراح كلية بين يدي الله، ولن يتخلى الله عنه. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. 3 الإخلاص في عباداتك، وليس الإخلاص في المعصية. الإخلاص ليس إخلاص في المعصية، وإنما حين تعبد الله اجتهد أن تبتغي بكل عباداتك وجه الله، فإن الإخلاص من أعظم الموانع والسياجات والتحصينات ضد المعاصي والفتن. أكرر: من أعظم ما يحصن العبد من الوقوع والسقوط في شباك المعاصي والجرائم والانحراف والميل والضلال الإخلاص. فإن ربنا سبحانه قد أخبرنا في كتابه في أكثر من آية أن العبد إذا أخلص تحصن من الشيطان واحتمى من الفتن. فقد قال سبحانه: إن عبادي، يخاطب إبليس، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والمقصود بعباد الله العباد المخلصين، فمن كان من المخلصين فإنه الذي لا سبيل للشيطان عليه. خلاص تتكون عند مناعة وحصانة ضد الشيطان ووساوسه وإغراءاته، يحاول الشيطان، لكن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقد حاول إبليس نعوذ بالله منه وسعى في الوصول إلى المخلصين، لكنه باء بالفشل واضطر للاعتراف بذلك، فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إذن هذا الصف ما قدرت، كل ما حاول وأوشك أن أسقطه وأن أوقعه في الفخ ينجو بأعجوبة، وفي اللحظات الأخيرة ينجيه الله ويخارجه ويسلمه من السقوط بسبب إخلاصه وقربه من ربه سبحانه وتعالى. طيب، نبي الله يوسف عليه السلام تعرض لضغط شديد ودفع عنيف لإسقاطه في الجريمة والمنكر والمعصية، وأوشك أن يقع، أوشك، وعبر الله عن ذلك بقوله: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. طيب، لما رأى برهان ربه؟ ما السر لأن أراه الله برهانه حتى يمنعه ويحفظه؟ جاء في الآية التالية: فقال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فإخلاصه كان هو الحامي والمانع والحاجز بينه وبين السقوط في هذه الجريمة وفي أتون هذا المنكر العظيم. الرابع من الأمور التي على الشخص أن
يتوسل بها وأن يعملها الابتعاد التام عن المثيرات وعن المحفزات للمعصية، سواء كانت أماكن أو أشخاص أو ذكريات أو أصوات، أي شيء، أو روائح، أي شيء يذكرك المعصية ويحفزك إليها ويذكرك بها، اجتهد أن تمتنع عنه تماما حتى تحافظ على نفسك إن كنت حريصا على نفسك. طيب، وهذا الإجراء إجراء شرعي؟ نعم، كيف لا؟ تذكرون ذلك الرجل الذي قتل 100 نفس عند أن وصل إلى عالم وهو يسأله عن التوبة، هل له توبة؟ قال له نعم، لكن شرط أن تغادر هذه المنطقة. هذه المنطقة أصبحت موبوءة، أصبحت بالنسبة لك مصدر الشر، لك فيها ذكريات كثيرة تذكرك بالمعصية وتوقعك فيها. طيب، ما الحل؟ غادر تماما، خلاص. ولذا كان من عقوبات الزاني أن يغرب سنة. كيف؟ يغرب يعني يبعد عن المكان سنة. ليش؟ الذكريات والأصوات والأماكن والكذا، يغرب، ما يرجع لو قد تزوجت هذه المرأة ولا قد تغيرت الأوضاع، يغرب، يبعد عن مكان المعصية سنة، سجن، نفس، بأي طريقة. هذا الذي أراد أن يتوب اشترط عليه أن يترك هذه البلدة فإنها بلد سوء، وهو بالذات ما عادت تصلح له، عليه أن يبتعد عنها. وبالفعل استجاب وخرج من البلدة، وفي الطريق وافته المنية ونجاه الله سبحانه ببعده عن هذه البلاد. وتذكرون لما اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، قالوا له، جاء ملك في صورة بشر وقال قيسوا بينه وبين البلد التي خرج منها وابتعد عنها وبين البلد التي هو متجه إليها، فإلى أيهما أقرب فيلحق بها. فوجدوا أقرب إلى البلاد التي فيها الصالحون بمسافة قليلة، فنجاه الله بهذا، أنه خرج ترك بلد السوء وبلد المعصية. ولذا فمن عاش في مكان يعصي به الله عليه مباشرة أن يغادر، أن يهاجر. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. هذا من ناحية المكان. طيب، من ناحية الذكريات في شيء عجيب، يعني كنت أقرأ واستغرب. الحكم الشرعي من وقع في هذه الجريمة مع حيوان، الحكم الشرعي يقتل هذا الحيوان. طيب، ما ذنب الحيوان؟ سمعين هذا؟ ما ذنب الحيوان؟ ما مثل الذنب، بس إغلاق باب الجريمة، لأنه هذا المجرم يكون كل ما رأى هذا خلاص يتذكر وربما يكلم غيره. فالحل تقتل هذه البهيمة ويعاقب، طبعا هو يعاقب هو بالعقاب المناسب، وهذه البهيمة تقتل. ما جرمها ليس لها، لكن حفاظا على المجتمع، صيانة المجتمع وعفة المجتمع ومحاربة الجريمة مقدم، والبهيمة مشي الصحيح. العفة والطهر وصيانة المجتمع أهم من هذا. فعموما من كانت له ذكريات معينة، أو إذا سمع صوت معين أو أغنية معينة، عليه أنه ينتهي عن سماع هذا الشيء. في مكان معين إذا ارتاده يقع في الشر، هو يعرف من نفسه إذا سرت المكان الفلاني خلاص هذا مشكلة كبيرة، خلاص حبيبي، يصبح في حقك الارتياد لهذا المكان محرما، والمقاصد تأخذ حكم الوسائل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما كان يؤدي إلى حرام فهو حرام. الوسائل التي تؤدي إلى الحرام تصبح حرام وإن لم تكن حرام في ذاتها. فعموما شخص يعرف من نفسه أنه إذا زار فلان جلس مع فلان هنا الشر يقع، يصبح لقاءك بفلان محرم ممنوع تماما. احضره، أنت حريص على نفسك، احضر هذا، غلق هذا البلد. إذا لزم أنك تهاجر من هذا البلد هاجر، لتحافظ على دينك وعلى علاقتك بربك سبحانه وتعالى. ففي الجملة كل ما يثير
ويذكر الإنسان بالشر ويدعوه إلى الوقوع في الجريمة، يجب عليه أن يبتعد عنه تماما، سواء كان شخص أو مكان أو زمان أو رائحة أو أكل معين أو لبس معين، هو أدرى بنفسه خلاص. يعني مثلا شخص أصبحت العادة السرية عنده مرتبطة برائحة صابون معين مثلا، يجب عليه ألا يشتري هذا الصابون، ممنوع، لأنه هذا أصبح مثير ويوقع في الحرام. يجب عليه ويصبح حرام عليه شراء مثل هذه الأشياء التي تعيده إلى الحرام وتوقعه في الشر. وهكذا أيضا من المختصين الذي صار حانق ويعاني معاناة شديدة، عليه أن يستنصح وأن يستشير المختصين المأمونين، أؤكد على هذا، لأن بعض من قد يكون عند اللوحة ولافتة في هذا يكون فاتح حال شر والعياذ بالله. عموما في استبيانات وبحوث أقيمت في هذا المجال لأشخاص غربيين في الجريمة، فوجدوا أن معظم أسباب الوقوع في الجريمة، أهم أسباب هم أقارب، أطباء، مدرسين، مدربين. أكثر ما تقع الجريمة بسببه عند هذا. ليش؟ في أطباء مجرمين يستخدم الطب لاصطياد زبائن، في مدرسين نعوذ بالله نعم مجرم ويستخدم علمه لهذا، في مدرب خاصة يذكرون المدربين الرياضيين والنوادي طيب، فالإنسان إذا استشار مختص يكون مختص أمين موثوق معروف، ولا يصير يوقع نفسه ويلقي نفسه إلى فوهة الخطر، ينبغي أن يحذر الإنسان منها. فعموما الحقيقة الإنسان قد يكون فعلا حامل متحير، فقد يستشير شخص موفق فيدله على طريقة ينجو بها. شوفوا هذا الذي قتل 100 نفس، قد سار له عند راهب وكمل به، تذكرون هذا؟ لكن عندما وصل إلى عالم أرشده إلى الطريق، وكان هذا العالم سبب لإنقاذه من النار. فخلونا نكمل بعد أسمع الأسئلة. سجل حبيبي. طيب، فعموما إخواني الكرام الله يحفظكم وأبنائي الأعزاء، هذه الحقيقة مهمة. وأنا أذكر شخص زمان ظهر قبل أكثر من 20 سنة، فعلا شاب كان واقع فيها، فجاء يقول لي أشي أكلمك في موضوع وأنا متردد. طبعا ما يحسنش الكلام في هذا إلا مع شخص تثق به إلى أعلى الله. المهم بعدها أنا ما توقعت خالص، يعني الشاب كنت أشوفه صلي معانا ما كنت أبدا يخطر ببالي، وجاء طبعا بكى له مشبع أولا حقيقة، وقطع كبدي وفؤادي، والحمد لله دللته على بعض الأشياء وأحسب أن موضوعه يعني تعالج، وتزوج بعدها بفترة والحمد لله ما عاد بلغنا عنه أي شيء حقيقة. وصراحة ما عاد جزمت حتى أسأله خلص، لكن في الجملة كانت مظاهر العافية واضحة في حياته، أسأل الله أن يثبتنا وإياه. طيب، من الوسائل المهمة طبعا من أهم المختصين، نقطة مهمة وأقرب وأولى، الوالدين. ما حد سيحرص عليك ويخاف عليك ويحفظ سرك مثل أبويك. المشكلة أن كثير من الشباب يقع في مثل هذه الورطات، ويقوم يصير يسأل أصحابه الصعايد، يقوموا يدخلوا في دوامة ويهدده بسره الذي باح به إليه. فانتبه أنك تصير تسأل مجرم من المسلم، لن يرحمك أبدا. إذا مسك عليك أسرار ومعلومات سيبتزك ويستبد بك ويعذبك عذاب لا يعلمه إلا الله. فأصدق وأوثق من يستشار والديك، حتى وإن كنت محرج وخايف، ما حد يرحمك ولا حد يحفظك ولا حد يحرص عليك مثل أبويك.
خلي عندك شجاعة أدبية وتتكلم مع أبيك وتتكلم البنت مع أمها وهم أرفق به وأرحم به وأنصح له وأخلص له، فهم أول من تستشيرون. إذا كان الوضع ما يسمح لسبب أو لآخر فلا بأس بمن تثق به وتعلم صدقه وانضباطه وخوفه من الله سبحانه وتعالى. الوسيلة التي تليها هي تقوية الإيمان والمراقبة لله سبحانه وتعالى، وهي أعظم أثراً من كاميرات المراقبة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. أعظم وازع، أقوى سلطان الإيمان والخوف من الله. أعظم ما يمكن أن يضبط الإنسان مهما كان اندفاعه إلى الشر شدة خوفه من الله وحيائه من الله وتعظيمه لله وإجلاله لله وحبه لله. فتقوية الإيمان هو أهم سبب حقيقة في هذا الباب. في قول الله: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ذكر أحد المفسرين المعاصرين قال: إن دفعات الهوى والغريزة فيها من الإلحاح والإصرار والتتابع والضغط، وفيها من العنف والشدة بحيث لا يمكن، ركزوا الكلام، قال لا يمكن لأي حاجز أن يقف أمام دفعات الهوى والغريزة إلا حاجز واحد، وهو حاجز الخوف من الله، الذي عبر عنه يوسف عليه السلام حين قال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نعم، وقال عنه النبي: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا لا أتجرأ على مخالفة أمر الله، لا أستطيع أن أخالف أمر الله، خوفي منه وحيائي منه يمنعني. بربي علقت عيني فأرقبه ويرقبني، إذا الأهواء نادتني حيائي منه يمنعني. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. من ظن أن الله لا يراه، من نسي رؤية الله واطلاع الله والخوف من الله، هذا الردى في عين الردى في هذا الشعور وفي هذا التفكير. أورد ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم أن الله تعالى أوحى إلى نبي من الأنبياء أن قل لقومك إن كنتم تظنون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي. من كان يظن أن الله لا يرى، أن الله ما بيشوف، هذا كفر، لأنه إنكار لآيات ونصوص كثيرة. قال: إن كنتم تظنون أني لا أراكم فأنتم مشركون. وإن كانت الأخرى قال: وإن كنتم تعلمون أني أراكم فلم تجعلوني أهون الناظرين. ليش تستحي من طفل وتتحرج من شخص لا تعرفه وليس له بك أي علاقة، ومع ذلك تخشى منه وتتحرج وتتورع وتنضبط؟ طيب، وأمام الله الذي هو صاحب كل فضل وصاحب كل منحة وعطية، لماذا لا تستحي؟ أهو أهون الناظرين؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف تراقب كيما ولا تراقب من يقول: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. يعني وأنت لازلت في اللمسات الأولى للترتيب للجريمة، والكاميرات الإلهية والرقابة الإلهية قد توجهت إليه. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم قال: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليست القضية علم فقط، وإنما علم وتوثيق وحفظ نسخة فيديو. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ في نسخ محفوظة. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس، أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وهو على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. أنا وأنت نسينا مع تقادم الزمن أشياء كثيرة خلاص نسيتها وأنا عملت. ثم قال والله على كل شيء شهيد 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 مطلع وثق كل شيء. إذن فتنمية رقابة الله من أهم الأسباب التي تعين الإنسان على أن ينجو ويتخارج ويتوب ويتخلص من هذه البلايا العظيمة التي يمكن أن يقع فيها عياذا بالله. ولذلك الشاعر قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يغيب. لا تحسب أنه في لحظة غفلة الله لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن ما في أي حاجة تفوت على الله سبحانه، ولذا فهو سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. طيب الشاعر الآخر أيضا قال أيا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك. ما بتستحيش وانت لحالك تمارس الجريمة والله جنبك معك. يعني لو قدر أن الإنسان بدأ يرتب لأي جريمة لأي معصية ثم استشعر أنه في شخص بيراقب، هل ممكن يكمل؟ لا يمكن أبدا أبدا. طيب فكيف برب العالمين؟ قال أيا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك. غرك بالله أنه ساتر عليك وأنه ما هتكش سرك، ما غرك بربك الكريم. فهذا الحبل ما يطوش. إذا أنت مغتر بهذا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إذن فهذه من الوسائل المهمة الشخصية التي ينبغي للمرء أن يعالج نفسه بها ومن خلالها. طيب أيضا من الأسباب المهمة ترك الأكلات المثيرة. الأكلات المثيرة يعني الشخص يعرف أنه إذا أكل أكلات معينة يتهيج ويستفر، خلاص حبيبي بطل، ممنوع تقول، ممنوع تقول كما تزوجت لا حل. لكن تعرف من نفسك أنك هذه الأكلات المعينة تثيرك، ممنوع تكتب. وشوفوا الآن بعض الشباب اللي يطلع عنده حب شباب كثير ويشوه وجهه، عندما يصير للطبيب يقول له أنت عندك دهون زايدة، عندك سكريات زايدة، عندك إثارة زايدة، عندك الهرمونات عالية، مطلوب منك ما تأكلش كذا ولا كذا ولا كذا. ليش؟ هي بتتعبك، شوهت نفسك وتعبت وشوهت وجهك، مطلوب منك تبطل كذا وكذا. عادة هذا النوع من الناس اللي تظهر في حبوب الشباب، حب الشباب بشكل كثير شوه وجهه، الأطباء ينصحونه بالآتي: أول شيء ممنوع يستخدم يده، هذه أهم الأسباب التي توسع دائرة لا تلمس. اثنين، السكريات خفف منها إلى أقل درجة ممكن. الدهون، الشيبس، الأكلات اللي فيها زيوت كثيرة خفف منها ما استطاع. ثم ابتعد عن المثيرات والمهيجات، أي مثير، مقاطع، أي شيء، ابتعد عن هذا. يعني واحد من أسباب وقوعه في الجريمة أنه بيتفرج مقاطع في أشياء. حبيبي الآن الجريمة في حقك مضاعفة إذا كان النظر إلى هذه المثيرات وهذه الصور وهذه الأفلام وهذه المقاطع حرام بحد ذاته.
فإنه عند من يوقعه في الجريمة يصبح أشد جرما وأعظم إثما وحرمة. فيجب أن تغلق بالموضوع هذا تماما. وإذا ما تقدرش إلا تكسر التلفون حقك اكسره، اشتري لك تلفون عادي، ممنوع تشتري تلفون عادي. إذا أنت ما بتقدرش تتمالك نفسك، خلاص أنت قد دخلت في هذا الخط وهذا هو الدبور، خلاص أصبح التلفون حقك حرام. حرام، نعم. اشتري لك تلفون ناطق، ممنوع تستخدم هذا التلفون. إذا أنت حريص على نفسك، أنت حريص على نفسك، غلق. أو تجتهد تضبط نفسك وتمتنع من الدخول في مثل هذه الأشياء والمثيرات. الإجراء الذي يلي تجنب الخلوة أبديا. كيف؟ تجنب الخلوة. إذن أهم أسباب وقوع الجريمة الخلوة. عندما تخلو بأشخاص تقع الجريمة، خلاص أي مكان ما بش فيه جمع كثير لا تجلس. في شخص دعاك تجي عندك وانت داري بنفسك وداري بنفسك، اعتذر، لا تسير أبدا، ممنوع. والله يا إخواني أذكر مرة جريمة من هذه الجرائم كان سببها كما طلعت على الموضوع يعني الشخص الذي كان الضحية جاء ضيوف عندهم، وهذا الضيف رقد في الديار والولد رقد معه، وهذا الضيف مجرم كما اعتدى على هذا الطفل. خلاص بعدها دخلت المسألة، وكان خلاص الناس يزورهم دائما بدون، وتكررت الجريمة عدة مرات، وبالتالي ممنوع الخلوة. طيب ممكن يقول لي واحد الخلوة المحرمة مع المرأة، صحيح هذا الأصل أنه في الوضع الطبيعي ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، وإياكم الدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم والموت، يعني قريب الزوج. هذا هو الخطورة، لأن ما حد ينتبه ولا حد يركز ولا حد يشك، وبالتالي الباب مفتوح. الحم والموت ممنوع الدخول، ممنوع. طيب في الجانب الآخر أيضا ينبغي التعامل بسوء. معك ضيف لا تخلي العيال يقعدون، ممنوع، ما تدري، افترض أسوأ الافتراضات. فعموما من أسباب شر الخلوة جنبه. أنت حريص على نفسك، خلاص غلق هذا الباب تماما، سواء كنت من أي الأطراف، ممنوع. أنت حريص على نفسك أبدا لا تبقى. مثلا سرت عند ناس، وصلت ما بس إلا شخص واحد في البيت، خلاص تكلم شوية واعتذر، ساكت، لا تبقى. أنت الآن تلعب بالنار، الشيطان حاضر والخطر كبير، تجنب الخلوة، ابتعد عنها تماما. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الواحد شيطان والاثنان شيطانا، هكذا الحديث، والاثنان شيطانا والثلاثة، يعني نسبة الجريمة مع الثلاثة والأكثر أقل. فهكذا نهى النبي الإنسان أنه يجلس لحاله وينام لحاله. ليش؟ بيجي الشيطان ويفتح مشارع ويدخل الإنسان. فعموما هذه من الأشياء المهمة التي ينبغي الإنسان أن يستعمل لها. ثم السعي الحثيث للتحصن بالزواج، هذا هو الحل الرسمي، الحل الناجح لكل المشاكل هذه وهذه، الزواج. اشغل به، جننه، طلع روحه، اشتكي به. أيوه صدق أيوه، جننه، وخاصة إذا انت داري أنه قادر وجالس مشغول بحاجة ثانية، طلع روحه. ابناء الكرام، النبي قال من استطاع منكم الباء فليتزوج، هذا هو العلاج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. طيب فالسعي للزواج مسألة من أهم الأشياء. طيب أنت يعني ما بش أبوك فرصة، سير اشتغل، سير اشقاء، سير جمع، سير تدين، تحركش، ابذل جهد. وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة حق على الله عونه، وذكر منها وناكح يريد العفاف.
يعني واحد بيرتب نفسه يتزوج يعف روحه، النبي وعد أن الله سيعينه وييسر أمره، هيقضي حاجته ويفتح عليه. أنت لا رتب نفسك، قوي قلبك، استعين الله وامشي في الطريق وسيعينك الله، ولا بد من خير. ولذلك ربنا قال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. طيب، إذن هذه من الأسباب والعوامل المهمة فيها. يليها المجاهدة. النفس ما تشيش دلع، الذي بيدلع نفسه وحاضر مرحبا وعلى عيني واللي تؤمروا بعدكم رحم الإشارة، اللي عايز رحم إشارة نفسه وبعد المليح بعده ما يمكنش يصل الجنة. يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويحرم نفسه من لذة الآخرة. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، جريت حقك في الدنيا، إيش بقيت للآخرة؟ أصلا ما قلت لنفسك يوم ممنوع ولا بعيدة، كل ما كانت تشتي على طول، إيش بقيت للآخرة حبيبي؟ ماذا ادخرت للآخرة؟ نسمع الآية مرة ثانية، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. إذن النفس تريد صميم، تريد إرادة في مجاهدة، وقد وعد الله الذي يجاهد نفسه أن يعينه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله لا يعجب من الشاب ليست له صبر أو كبوة. الله يعجب شاب عنده إرادة فولاذية، إرادة رجولية، ما سمح نفسه أبدا توقعه في الشر. هذا مثار عجب عند الله. ليش؟ لأنه فعلا انتصر في تحدي صعب جدا. وكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في عبادة الله، ضبط نفسه، استحض، استخدم إرادة. إذا أنا إرادتي ما قدرت أضبط نفسي، إيش بضبط؟ ماذا سأضبط إذا أستطيع أن أتحكم في شهواتي؟ إذن أيها الكرام، إن من يغرق في وحل الأوهام والشهوات والترف لا عاد ينتظر أنه عاد معشي في الجنة، يتشل حقه كامل في الدنيا. تريد أن تدخر شيء للآخرة، كف نفسك عن الحرام لأجل الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. النقطة التي تليها بناء إرادة قوية. في ناس مثلا جلس مبتلى بالدخان مثلا، وكان مقنع نفسه انه ما يقدرش ابدا، وبعدين بدا يظهر له ورم اعوذ بالله او مرض من هذه الامراض، قال له الطبيب ممنوع تدخن، ممنوع خلاص. ليش؟ بالموت بالصميم كذا، الورم موجود وخلاص. كثير من الناس يقول لك ما قدرش، لو ما يقول لها الطبيب اذا لم تتوب وتبطل الدخان لا عجز، كل العلاج ما ينفع، بطل. أنا شفت قبل سنة تقريبا واحد كان عنده حالة نفسية وكان بيلتذع تمام بيجنن، أسعفوه إلى سيء في مصحة هناك ورقة شهر وخسروا عليه الظاهر $2000. الطبيب قال له مشكلتك في البيت، إذا أنت هتخزن هترجع لنفس الحالة وما فيش فايدة. أنا مرة عزمت في عزومة وحصلته، قلت أنا بتخزن؟ قال لي جماعة أخزن أرجع المصحة $2000 وبطل خير خلص وبطل، مع أنه من قبل قد حاولوا معه وصيحوا عليه وتكلم، لكن عندما بصير نفسي قد كان ملدوع مجنون تماما ورجع من الجنان خلص جمع دوما. وبعض الناس يراعي لو ما يجي ورم، تراعي لو ما قد في إيدز، تراعي لو ما قد أنت في حبيبي من الآن. قوي إرادتك قبل ما تنتظر الكوارث والفضائح والنفرات نعوذ بالله. توقع القضاء من الأسباب التي تعين الإنسان أن يمتنع عن الجريمة، يتوقع القضاء. يعني إيش القضاء؟ تمارس الجريمة مع عيالك، أخوانك، مع بناتك، مع نسوانك. طبعا ليس في هذا دليل نص شرعي، لكن التجارب تقول هكذا. وتذكروا تنسب أبيات إلى الإمام الشافعي قال عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي.
من يزني يزن به ولو بجداره إن كنت يا هذا لبيبا فاعلم. تذكروا دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. تذكروا هذه القصة ولا لا؟ خلاصة القصة كان رجل مع ولد وبنت وكان مربيهم ومحافظ عليهم ومنتبه لهم، وبعد الولد كبر شوية قال لأبوه ايش يصير يطلب الله يبني نفسه يجمع له حق زواجه. أبوه بيقول له يا ابني قد احنا ما لنا شيء عيسر. قال له لا. فالمهم يطلب الله، ابتعد عن الأجواء الإيمانية والمتابعة وصار هاش في الدنيا، وبدأ يرخي طبعه ويفسخ لها حبة حبة. المهم يوم من الأيام قبل بنته، مسك البنت وحبها. كان في واحد يجي يدي لهم بيت ماء للبيت، هذا الأسرة يسموه سقا، هو الذي بيوصلهم المال للبيت. وهذا السقا متعامل معهم من زمان ورجل محترم وتعامله جدا. يوم من الأيام صار بنتهم نبع حبها، على طول الأب أعلن حالة الطوارئ، وعلى طول رسل لابنه يرجع فورا. عرف أين المشكلة على طول. وصل الولد وقد سجل التاريخ، قال لي يا ابني في يوم كذا ايش سويت؟ قال له ما سويت انا طالب الله. قال له ادي لي الصدق. الولد حاول يعتذر، حاول، قال له بغير كلام اعترف ليش سويت. حوزه ضيق عليه شدد عليه. اليوم الولد فجع يعرف ابوه، اضطر يقول له ايش اللي حصل. فقال له دقه بدقه ولو زدت لزاد السقا. لو زدت كان السقا عزيز حبه واحد بس. وصلت الفكره. طبعا هذه مساله مثل ما قلت لكم تجارب، وعموما ليست القضيه في النساء، حتى في الاولاد. من يعتدي على اولاد الناس اجي القضاء في عياله في اهله. فاتقوا الله واحذروا من هذا المسألة. طيب الذي يليه البعد عمن هم أكبر منك سنا. علميا في منظمات مهتمة بمحاربة هذه الجرائم، من ضمن النتائج حق الاستبيانة أن 80% من الاعتداءات الجنسية هم ممن أكبر من الأطفال. يعني ولذلك الطفل يصير يصاحب عيال أكبر منه، حبيبي ممنوع. الأب المفروض يمنع من هذا. كثيرا ما تحصل هذه مع الأطفال ولو أكبر من شوية ولو فارق سنة كذا. فهذه أيضا نتخذها قاعدة، ما نسمح الأطفال صاحبوا أكبر منهم أكبر منهم، ولا نسمح للكبار يصاحبوا الصغار. ومثل الإدارة حق المراكز حق المدارس حق الجهات المسؤولة تمنعها. والمفترض الحلقات ترتب كبار مع الكبار والصغار مع الصغار، وهكذا. هذه من الإجراءات المهمة. أخيرا إذا الوقت انتهى، رفض الهدايا. كثير من المشاكل تقع بسبب إحراجات وهدايا. والله أذكر موقف حصل معي ما أنساش، حتى أوسل في التراب دفينة. الظاهر كنت في صف رابع أو خامس في هذا السنة، في هذا الرابع خامس سادس. في يوم روحت قلت معي شريط كاسيت، ما أذكر شو كان، أناشيد محاضرة قرآن ما أذكر شيئين، معي شريط. وصلت البيت أمي بتقول لي من لك هذا؟ قلت أنا من واحد صاحبي. قالت من هو صاحبك؟ المهم عملت لي تحقيق وملف خبر وعلم، كرهتني الشريط وتكسرته هذيك الساعة من كثرة التأنيب والتخويف، وخلاص قفل. فعندما دائما الولد يروح البيت ومعه هدايا ومعه من قال لك يا ابني ليش فلان بدي لك، ليش بيعزمك، ليش تساؤل مهم. فعموما الطفل المفترض انه ما يقبلش. اولياء الامر في البيت المفترض ايضا يتابعوا، يشوفوا الولد خرجات وزارات تلفونات وهدات، ايش الحكايه، من اين هذا كله. بعض البيوت لا ادري هل من مزيد. المهم انت بتبيع ابنك بتبيع بنتك، انتبه لهذا. فهذه بعض الإجراءات. أنا كنت متوقع أن احنا نكمل الفردية والجماعية فيما قد أدركنا الوقت. إن شاء الله إذا مد الله في أعمالنا في لقائنا القادم نتكلم عن الإجراءات المجتمعية أو الواجبات على البيئة على الأسرة على المجتمع التي تحارب بها هذه الجرائم ونحد
من خلالها من هذه الانحرافات الخطرة. نسأل الله. تفضل. أنا آسف.